الصورة دي كريمة، أكيد أغلبكم يعرفوها. قصتها كانت من كام يوم فاتوا، والصورة دي كانت من فرحها اللي كان من 4 شهور، واللي واقفة جنبها دي تبقى حماتها اللي المفروض تبقى زي أمها بالظبط. كريمة سنها صغير بس قصتها كبيرة جدا، وللأسف بتتكرر كتير، ويا ريت نتعلم الدرس. ولما سمعنا كل المصادر وعرفنا الحكاية من أولها، كان في شواهد كتير بتقول إن كريمة هتتقتل أو هيحصل فيها حاجة. والسؤال هنا، ليه كريمة سكتت على الحياة دي؟ ليه أهلها ما خدوش موقف من بدري قوي؟ والأهم، ليه أيمن أو جمال اتجوزها؟ كان عايز أصلا منها إيه؟ ولحد كتابة الحلقة دي الطب الشرعي كان قال كلمته. والنهاردة إحنا مش هنقول القصة الكاملة، إحنا هنحكي الحكاية لحد قبل الجزء الأخير، وهو حق كريمة اللي إن شاء الله هيرجع. بس تعالوا نسمع قصة كريمة من البداية علشان نفهم الشخصيات ونفهم هو إيه اللي حصل بالظبط. 2025 في قرية تابعة لمحافظة المنوفية. ده تاريخ ومكان الجريمة، بس محتاجين نرجع 5 سنين لورا علشان نفهم بالظبط الشخصيات اللي في القصة، وتحديدا كريمة وأهلها. وفي الوقت ده كريمة كان عندها 15 سنة، بنت جميلة ومن بيت محترم، وساكنين في قرية بعيدة شويتين عن القرية اللي اتقتلت فيها، أو تحديدا القرية اللي اتجوزت فيها أيمن. والدها شغال نجار وراجل طيب وعلى قد حاله، وعمل كل اللي يقدر عليه علشان يعيش أهله كويس جدا. وعلشان كده كريمة وهي عندها 15 سنة نزلت تشتغل في مصنع لتعبئة الخضار موجود في القرية اللي هي ساكنة فيها، وكان هدفها من الشغل ده انها تقف وتساعد والدها سواء في مصاريفها الشخصية او في مصاريف البيت. ووالدتها ست طيبة جدا، وربت ولادها على الاحترام والجدعنة، وخلت بناتها تعرف كويس قيمة الراجل اللي هتتجوزه، ولازم تقف في ظهر الراجل بتاعها وتعيش معاه على الحلوة وعلى المرة. وفضلت كريمة شغالة في المصنع ده لمدة 5 سنين، عايشة في البيت كأنها زي الراجل بالظبط، واقفة في ظهر ابوها وفي ظهر عيلتها وبتساعد في كل حاجة. وفي الوقت ده كانوا عايشين كويس جدا، وزي اي عيلة نفسهم بنتهم تتجوز جوازة كويسة وترتاح من الضغوط اللي عليها. والمشكلة كانت في الظروف المادية، بس والدها كان فاهم كويس قوي ان الدنيا مسطورة. المهم كريمة كان ليها واحدة قريبتها ساكنة ومتجوزة في القرية اللي قاعد فيها ايمن، وكانت بتروح تزور قريبتها دي على فترات متباعدة. وعلى حظها السيء في يوم وهي رايحة لها زيارة، كان ايمن واقف في الشارع وشاف كريمة معدية قدامه، فيلفت انتباهه البنت الجميلة دي اللي باين قوي انها مش من القرية بتاعتهم. وده لان الاهالي في القرى بيبقوا غالبا عارفين بعض كويس جدا، فيسأل عليها فيعرف انها قريبة الست دي اللي متجوزة وقاعدة عندهم في القرية. فيتعرف عليها ايمن ويطلب منها انها تحدد له ميعاد مع عيلة كريمة علشان ياخد عيلته ويروحوا يطلبوا ايديها. وواضح كده ان ايمن كان عايز يتجوز حد بعيد عن القرية بتاعتهم تماما، ولا يعرف عنهم حاجة ولا يفهم الشخصيات دي عبارة عن ايه. المهم يعرف نفسه وقتها ان اسمه الحقيقي جمال، بس اسمه الشهرة ايمن، وهما من عيلة كويسة جدا وعندهم بيت ملك، وهو شغال تباع. وتباع دي يعني الشخص اللي بيساعد سواق النقل، تحديدا النقل التقيل. ووالدته ست طيبة جدا ومكسورة لان عندها ابن متوفي من فترة قليلة، وطبعا بسبب وفاة ابنها عايزة تطمن على ابنها الصغير اللي هو جمال، او خلينا نقول ايمن علشان ده الاسم اللي كل الناس تعرفه. ويأكد ايمن كمان على معلومة مهمة، انه ولا بيشرب سجاير ولا بيشرب مخدرات، يعني فعلا مواصفاته ممتازة من كل الاتجاهات. شاب صغير وعندهم بيت ملك وعايش كويس ومرتاح ودخله معقول، وفي نفس الوقت ولا بيشرب سجاير ولا بيشرب مخدرات. والاهم امه الست الطيبة. والمعلومات دي لما وصلت لاهل كريمة فرحوا جدا، وشافوا ان ده نسب كويس ومحترم وهيحافظ على بنتها كويس. وكريمة فرحت اكتر لما عرفت ان الشاب ده ولا بيشرب سجاير ولا بيشرب مخدرات، اختيار ممتاز ومفيش خلاف عليه. ايمن او جمال خد والدته وراحوا زيارة لاهل كريمة، وفعلا اتعرفوا عليهم، وكانت الزيارة هادية وجميلة، ودخلوا عليهم بطريقة حلوة قوي. وساعتها ايمن وعد والد كريمة انه هيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يعيشها كويس قوي. والزيارة دي قبل ما تخلص يحصل انسجام بين العيلتين، وكريمة مبسوطة قوي وعندها احساس ان والدة ايمن دي هتبقى زي امها بالظبط. كفاية انها صعبانة عليها، عندها ابن متوفي واكيد نفسها تطمن على ابنها الصغير. وعلشان كده كريمة كانت عارفة ان كل اللي نفسها فيه ام ايمن ان ابنها يعيش مرتاح. ويتفقوا في الزيارة على كل حاجة، وايمن يعرفهم ان عنده شقته وان تقريبا شبه خلصانة، وكل اللي ناقص شوية الفرش اللي هيجيبوهم، وان فترة الخطوبة تبقى اقل مدة ممكنة. والعيلتين ساعتها يتفقوا على كل حاجة، وبعد ما يمشوا عيلة كريمة تبقى مبسوطة قوي بالنسب ده، ووالد كريمة يوعدها انه هيتصرف في اي حاجة وكل اللي يقدر عليه. وفعلا دخل جمعيات واشترى كل الحاجات بالقسط، وبرغم ان بقى عليه مديونيات كتير لكن ما كانش فارق معاه حاجة. المهم ان بنته تتجوز باحسن حاجة وكل اللي نفسها فيه. وطبعا ده هيعمل ضغط مالي قوي قوي على والد كريمة، وعلشان كده وعدته انها هتساعد معاه وتفضل في شغل المصنع زي ما هي. وتحصل الخطوبة وايمن يجيب شوية ذهب قليلين كده على اساس ان ظروفه برضه ضعيفة وعلى قده، بس يطلب منها بعد الخطوبة على طول انها تسيب الشغل في المصنع. هو ما عندوش ستات بتنزل تشتغل، وهو متكفل انه يعيشها كويس قوي. وكريمة وقتها مش عارفة تفهمه انها لازم تشتغل علشان تساعد والدها، لكن في نفس الوقت سكتت ووافقت على اللي هو عايزه لانها اتربت على احترام جوزها وتشوف هو نفسه
نفسه في ايه. وطول فتره الخطوبه زيارات ايمن لعيله كريمه كانت قليله جدا، يا دوبك بيجي على فترات بعيده ويقعد في البيت فتره قليله قوي، وعلشان كده ما قدروش يتعرفوا على بعض بشكل اكتر. وبعد شويه ايمن يطلب من كريمه انه عايز الذهب اللي اشتراه في الخطوبه علشان مزنوق وعايز ياخد خطوه مهمه قوي في حياتهم، عايز يطلع رخصه مهنيه درجه اولى، ودي هتتكلف شويه، وكل الهدف انه بدل ما يشتغل تباع يشتغل سواق نقل، وفي نفس الوقت عنده فرصه كويسه قوي في مصنع موجود جنب القريه بتاعتهم، وطبعا لو اتعين هناك سواق دخله هيبقى احسن. وساعتها كريمه توافق وتديله الذهب اللي هو جابه، وايمن يوعدها ان بعد الجواز هيعوضها باحسن منه بكتير. وتمر الشهور ويجي يوم الفرح اللي كان قبل 4 شهور من دلوقتي. والطبيعي لاي حد ان بعد الجواز حياته بتتغير بطريقه مختلفه، على الاقل بيكون في استقرار وراحه بال. بس خلينا ناكد ان ال5 سنين اللي فاتوا بكل تفاصيلهم والاحداث ما يجوش اي حاجه في ال4 شهور اللي جايين. وعايزين نركز في تفصيله مهمه جدا، ان والد كريمه كان مضغوط ماليا جدا بسبب الاقساط اللي بيدفعها في العفش والاجهزه اللي اشتراهم لكريمه، وهي كانت شايفه ده طول الوقت قدام عينيها. ويبدا يوم الفرح اللي لو ركزنا كويس في كل الصور هتلاقي كريمه في كل الصور اللي طالعه فيها لوحدها بتضحك ضحكه صافيه جدا، ما عدا الصوره اللي اتصورت فيها وجنبها حماتها. نظراتها غريبه وتحس انها عارفه اللي جاي عباره عن ايه، ونظره حماتها نفس الفكره بالظبط، تحس انها عارفه اللي جاي هيكون عباره عن ايه. المهم يخلص الفرح واهل كريمه يسافروا على البلد عندهم، وفي نفس الوقت كريمه تطلع على الشقه بتاعتها مع جوزها ايمن، بس تتفاجئ ان حماتها موجوده في الشقه علشان تتعشى معاهم، وتسيبهم اليوم ده الساعه 5 الفجر. والكلام ده من على لسان ناس قريبه جدا من كريمه. ومن البدايه كده عرفت كريمه ان حماتها هي الامر والناهي في البيت ده. العشاء يخلص ويدخلوا يناموا، بس تتفاجئ كريمه الصبح ان حماتها بتصحيها علشان تحضر الغداء. ايه الست الغريبه دي؟ المشكله ان كريمه اتصدمت من الموقف اللي حصل، بس ساعتها قالت يمكن دي عادات وتقاليد هي ما تسمعش عنها حاجه، فتكلم والدتها وتحكي لها عن اللي حصل. والدتها استغربت جدا من اللي سمعته، بس قعدت تهدي كريمه وقالت لها يمكن حماتها عايزه حاجه معينه، ما تعمليش مشكله وشوفي بكره هيحصل ايه. وعلى مدار يومين اللي كان بيتحكم في البيت بشكل كامل هي ايمن، كان ايمن ده ملوش اي وجود. والغريبه في تصرفات ايمن مع كريمه، وتحديدا في شكل العلاقه الشرعيه اللي كان بيتعامل بكل عنف، لدرجه ان كريمه بعد اول اسبوع من الجواز يحصل عندها نزيف صعب قوي، والبنت من كتر قلقها تفضل ساكته لمده يوم على امل ان جوزها هيوديها للدكتور يعالجها، بس تتفاجئ ان حماتها بتقول لها مفيش فلوس علشان نعالجك. وايه يعني شويه نزيف؟ البنت المفروض تستحمل اكتر من كده. وهنا كريمه كلمت والدتها وحكت لها على كل اللي حصل، وواضح قوي ان هي دي غلطه كريمه، انها كلمت والدتها وحكت لها على اللي حصل. المهم والدتها تتحرك بسرعه ومعاها والدها ويروحوا على بيت كريمه وياخدوها ويرجعوا بيها على البلد عندهم، وده بهدف انهم يعالجوها من النزيف اللي عندها. والحركه دي تضايق ايمن وامه، ازاي كريمه تسيب بيتها بعد اول اسبوع من الجواز؟ ايه يعني شويه نزيف؟ وفي الوقت ده والده كريمه بدات تفكر في الطلاق من البني ادم ده، بس المشكله ان كريمه كانت عايزه الدنيا تهدى شويه، كانت شايله هم ابوها قوي اللي مديون بمبالغ ماليه كبيره علشان بنته تتجوز. والمشكله الاكبر انهم عملوا حساب لكلام الناس هتقول ايه؟ ان البنت اتطلقت بعد اسبوع من الجواز. وهنا ازمه انك تعمل حساب لكلام الناس. المهم يعدي كام يوم وتتفاجئ عيله كريمه ان ايمن وامه جايين عندهم البيت زياره، وجايبين معاهم ناس كبيره في البلد وليهم كلمتهم، وطلبوا منهم انهم يتوسطوا علشان كريمه ترجع بيتها تاني ويكملوا حياتهم مع بعض. وهنا الضغط على كريمه كان من ناحيتين، ناحيه انها عامله حساب لابوها، وناحيه انها شايله هم كلام الناس. ويتفقوا وقتها ان كريمه هترجع لبيت جوزها ايمن. بس لما رجعت الدنيا اتغيرت تماما. اول حاجه ممنوع تكلم اهلها من التليفون بتاعها تماما، كل المكالمات هتكون من تليفون ايمن، والسبيكر يكون مفتوح ويسمع كويس هم بيردوا عليها بيقولوا لها ايه. ايمن حماتها، وعرفت انها لو عايزه تعيش كويس في البيت ده لازم حماتها تبقى راضيه عنها. وبعد شويه وقت كريمه تحس انها مش قادره، لازم مده معينه، وده لحد ما الحمل يستقر. وطبعا الكلام ده ولا يعجب ايمن ولا يعجب امه. يعني ايه البنت حامل وتعبانه؟ وبدل ما كريمه ترتاح كانت بتعمل كل حاجه في البيت، زي انها تنظف السجاجيد وتمسح السلالم وتنظف البيت بشكل كامل. ايه الست دي؟ طب اعتبريها زي بنتك. وبعد مرور شهر على الحمل ايمن يعمل معاها مشكله كبيره، لانه كان عايز يعمل علاقه، بس هي عماله توضح له ان الدكتور اللي طلب انهم ممنوع يعملوا كده، بس ولا كان فارق معاه ولا كانه بيسمع اي حاجه. واقرب حد لكريمه في الوقت ده هي خالتها، وخالتها كانت صغيره في السن، فكانت بتعتبرها زي صاحبتها بالظبط، وكانت بتحكي معاها كل حاجه، حتى التفاصيل اللي كانت بتقلق تقولها لوالدتها ووالدها علشان خايفه عليهم.
وتحكي لها حاجات غريبه جدا، وتقول لها ان ايمن بيضربها باستمرار، وان كل الناس اللي في المنطقه بيبقوا سامعين صوتها من الصريخ والضرب اللي بتاخده. بس الاصعب انه كان في يوم من الايام هددها وقال لها انه هيرميها من البلكونه، ويقول بعد كده ان هي اللي رمت نفسها. ووقتها كمان عرفت ان ايمن كان مدمن، بس كان بيتعالج من الادمان، بس واضح قوي انه ولا اتعالج ولا بطل ادمان. ولما يعرف ايمن ان كريمه بتحكي مع خالتها، عمل معاها مشكله كبيره، وساعتها منع الاتصال تماما، واي حاجه تبقى من تليفون معاها تعبها ولا فارق معاها الحمل، وكريمه بتعمل كل حاجه في البيت. وفي يوم الجريمه ايمن يرجع بدري على البيت ويطلع على الشقه بتاعته، ومره واحده ومن غير سبب تحصل مشكله بينه وبين كريمه، ويضربها جامد جدا بطريقه مرعبه. وفي نفس الوقت صريخها كان عالي قوي، وامه سامعه وكل الناس اللي في الشارع سامعين، لكن ولا فرق معاها ولا حتى حاولت تهدي الدنيا بينهم، لحد ما مره واحده الصوت سكت خالص، وكريمه وقعت على الارض فاقده الوعي. نزل على امه بسرعه وهو مش عارف يتصرف ازاي، وساعتها قال لها ان كريمه وقع على الارض وما بتنطقش خالص. وساعتها كانت الساعه 1 الظهر، وكل اللي يفكروا فيه انهم يلفوا كريمه في ملايه وينزلوا بيها الشارع، ويوقفوا توك توك علشان يروحوا مشوار، بس الحقيقه ولا معروف هم كانوا رايحين على فين ولا كان عايزين يعملوا فيها ايه. المهم وهم بيركبوا التوك توك كريمه تقع من الملايه في الارض، وساعتها الكل يشوفها والناس تصرخ في الشارع، وساعتها ايمن يشيلها بسرعه ويدخل البيت، وامه تدخل وراه جري، وسواق التوك توك يتصدم من المنظر اللي شافه. كريمه كانت لابسه جلابيه وكان باين قوي ان الدم مغرقها تماما. وقتها الاهالي والجيران اللي في الشارع كانوا عايزين يطمنوا على كريمه ويفهموا ايه اللي حصل، بس ايمن يقفل الباب بتاع البيت بتاعهم، وفي نفس الوقت يقول لهم محدش له دعوه. وامه تطلع للناس في الشارع وتقول لهم ان دي مجرد خناقه بين واحد وبين مراته، محدش يتدخل تماما. في الوقت ده ايمن وامه ياخدوا كريمه على الحمام ويحموها من الدم اللي هي فيه، وفي نفس الوقت يغيروا لها هدومها. وفي نفس التوقيت مجموعه من الاهالي اللي في القريه يكلموا دكتور ساكن عندهم علشان يروح يطمنهم على كريمه. والدكتور لما وصل لقى عدد من الاهالي واقفين، والمنظر فعلا غريب جدا. ولما دخل يكشف على كريمه اتصدم من كميه الكدمات والجروح اللي عندها، وساعتها كانت البنت متوفيه، بس طبعا كان خايف يقول اي حاجه لان كان واضح ان في شبهه جنائيه. وفي نفس الوقت سكت خالص لان ام ايمن واقفه جنبه وبتجري وراه عايزاه يطلع تصريح بالدفن. كل ده بيحصل ولا حد فيهم فكر يكلم اهل كريمه. وبعد مده طويله وعلى الساعه 7 بالليل والده كريمه يجي لها تليفون من واحده من الجيران اللي ساكنه جنب كريمه في القريه اللي بعيده، وساعتها تقول لها ان كريمه وقعت على السلم واتعورت شويه، وتطلب منها انها تيجي علشان تطمن على بنتها. ساعتها والده كريمه تتصل على بنتها وعلى ايمن وعلى كل اللي موجودين، بس تلاقي كل التليفونات مقفوله، فتطلب من جوزها انهم يتحركوا بسرعه ويسافروا علشان يطمنوا على كريمه. بس وهم في الطريق والد كريمه يجي له تليفون ويبلغه ان بنته متوفيه من الساعه 1 الظهر. ولما يوصلوا على بيت كريمه يلاقوا الاهالي ورجال الامن واقفين، واللي بلغ رجال الامن الدكتور اللي جه كشف عليها، لانه بلغهم وقال لهم ان في شبهه جنائيه. واهل كريمه اتصدموا لما شافوها كميه كدمات وجروح مستحيل تكون واحده وقعت على السلم، فيتم نقل الجثمان على الطب الشرعي، وبعد كده يتم القبض على ايمن. والمفاجاه ان ايمن كان هرب، ووالده ووالدته خرجوا من البيت واختفوا بمجرد ما الناس اتجمعت. والغريب ان امه عملت اكتر من لقاء في وسائل الاعلام، بس الحقيقه احسن وصف لكلامها انه كان قميء، تحس انه كلام من القاع. طبيعي ان اي واحده في الدنيا عايزه تدافع عن ابنها، بس مش بالطريقه دي. وعماله تاكد لوسائل الاعلام ان ايمن ابنها ما جاش جنب كريمه في حاجه، ولا ضربها ولا جه جنبها، البنت مجرد انها وقعت على السلم مش اكتر. وكانت بتحاول تشهد الجيران ويقولوا كلام عكس الحقيقه، عايزاهم كلهم ياكدوا كلام تاني خالص ويشهدوا شهاده زور، بس الحقيقه اغلبهم قالوا كلمه الحق. والده ايمن كل اللي كان شاغل دماغها انها جابت لها عصير، انهم طبخوا فرخه، انه كان بيديها 200 جنيه في الاسبوع. تصرفات غريبه، اسلوب صعب قوي. ويطلع تقرير الطب الشرعي اللي اكد عكس كلام ام ايمن تماما. التقرير اكد ان كريمه تعرضت لضرب صعب قوي، وان الضرب اللي تعرضت له ده عمل لها هبوط حاد في الدوره الدمويه، وانها توفت بسبب الضرب المبرح ده. واكد كمان انها كانت حامل ودخلت في اول الشهر الثالث. وربنا ان شاء الله هيجيب حق كريمه اللي تقريبا كل مصر والعالم العربي بيدعوا لها، وربنا ينتقم من ايمن ومن كل اللي حاول يشوه صوره كريمه. وكل